الحلقة 30، الحلقة الأخيرة من مسلسل دروب المرجلة. كل التوقعات انهارت وكل الحسابات تغيرت. من البداية كان الجميع يتوقع سيناريو واضح: مقناص هو البطل، هو اللي ينقذ شاهين، وهو اللي يرجع فزاع للديرة علشان يسلم رأسه لزوينة. وكان متوقع نشوف نهاية هادئة نسبياً، نجاة شاهين، عودة الجميع، وحتى زواج مهاوش من الدكتورة حنان في منتجع شاهين، بمشاركة مقناص في عرس جماعي يلم الشمل وينهي الصراعات. لكن اللي صار كان عكس كل شيء. الحلقة 30 قلبت الطاولة بالكامل. شاهين ما انتظر أحد ينقذه، شاهين هو اللي أنقذ نفسه بنفسه، وفي لحظات مليئة بالفوضى والدمار دخل في مواجهة مباشرة مع فزاع ورجاله، وانتهت المواجهة بطريقة صادمة بمقتل فزاع وسقوط رجاله. لكن النهاية ما كانت بهالبساطة. العقرب ما زال موجود، الخطر ما انتهى بل زاد. خلال المواجهة الكل سقط في البحر، الفوضى كانت أكبر من أي سيطرة. شاهين وقمر بقوا على السفينة، لكن السفينة نفسها ما نجت، اصطدمت بجزيرة، تحديدا بصخورها الحادة في بداية الشاطئ. مشهد قاسي، صادم ومليء بالغموض. وفي آخر لحظات الحلقة نشوف شاهين، لكن مو مثل ما تعودنا، مرمي على الساحل في جزيرة مجهولة، ما أحد يعرف موقعها، ولا أحد يدري هل هو حي أو بين الحياة والموت. نهاية مفتوحة بكل معنى الكلمة. في المقابل مهاوش ورشة يبدأون رحلة البحث، يدورون على شاهين، على قمر، على أي أثر يوصلهم للحقيقة. لكن السؤال الكبير الآن: هل هذه نهاية فعلية أو مجرد بداية لجزء جديد؟ لو جينا للمنطق، النهاية ناقصة. في خيوط كثيرة منحلت. مصير قمر وجراح وين اختفوا؟ وش صار لهم بعد الحادث؟ هل العقرب انتهى أو لسه له دور؟ ومن المفترض نشوف لقاء بين شاهين ومهاوش، رجوعهم للديرة، إنقاذ الباقين، وافتتاح المنتجع، وبداية حياة جديدة مليئة بالسلام. لكن هذا كله ما صار. وهنا تبدأ التوقعات. هل فيه جزء رابع؟ من خلال الأحداث نعم، فيه احتمال كبير، لكن في نفس الوقت ما فيه أي تأكيد رسمي ولا شيء واضح. وبصراحة في شريحة من الجمهور ما تبغى جزء رابع. ليش؟ لأن الأجزاء المكملة غالبا ما تكون بنفس قوة الأجزاء الأولى، وأحيانا تضعف القصة بدل ما تقويها. فممكن جدا تنتهي قصة دروب المرجلة عند الجزء الثالث، ويكون هذا هو الختام المفتوح اللي يخلي المشاهد يفكر